يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله يسعد لي أوقاتكم يا صبايا. كيفكن يا حبيباتي؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن. اشتقت لكم كتير 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 ورجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد كتير متنوع ورح يفيدكم بإذن الله. بالبداية يا صبايا كان صباحي ببلش بفنجان القهوة. كلياتنا نحنا الأمهات ما بيروق راسنا إلا بفنجان قهوة. وكانت قهوتي بحديقة بيتنا، كان الجو كتير حلو وبيجنن، وحبيت اشرب القهوة برا بالحديقة. وبعدين يا صبايا بعد ما شربت قهوتي وجهزت بنتي للمدرسة، أخدتها ووصلتها على مدرستها. وهون يا بنات أنا وراجعة من روضة بنتي كان في محل حلويات يعني وكرواسان وشغلات، يعني روايح كتير حلوة طالعة من عنده. فاتصلت بأختي قلت لها شو رأيك جيب كرواسان وإجي إفطر عندك؟ قالت لي إيه تعالي يلا رح تبري الشاي ولا تطولي وكذا. فعن جد كان فطور يا صبايا كتير طيب. وجمعة الأخوات لازم يكون في عليها اتفاق، والاتفاق اليوم يا صبايا إنه نروح على محل أدوات منزلية عامل كتير عروض يعني بمناسبة هلا آخر السنة، فكتير كتير عروض يعني هائلة. فكتير حبيت إني أصور لكم ووضح لكم شوي الأسعار. هلا بصراحة كان كتير المول معجوق يعني، بس أنا حاولت إني أصور لكم وأوضح لكم شوي من الأسعار، لأنه عن جد الأسعار كتير بتفرق عنده. وهو هذا المول الكبير تقريبا شي 3 طوابق أو 4، وكل شي فيه يا صبايا سجاد فروات عفوا بنكون خزن للكنادر طاولات شاشة، كل شي بدكن إياه بتلاقوه عنده. وشوفوا يا صبايا هون كمان كان عامل عرض على الزرعات، فحبيت شوفهم. هدول يلي صورت لكم اياهن اخر شي شجر الموز، هدول عامل عرض عليهم صبايا ب3 دنانير ونص. فيعني الاسعار كانت كتير رخيصة. بس انا لانه كنت رايحة مواصلات وراجعة مواصلات ما قدرت اني اخذ معي شجرة لانه حجمها كان كبير يعني. عن جد يا صبايا شوفوا هذا القسم بياخد هدول كل الشجرات اللي شايفينهم كلهم ب3 دنانير ونص. كمان كان عامل عرض على فناجين القهوة ما قدرت صورهم كلهم، يعني صورت اللي بقدر صوره، وبصراحة الباقي ما قدرت صوره لأنه قلتلكم المول كان كتير معجوق ما شاء الله. وهي صبايا المباهر اللي موديلها مثل الناعورة عامل عليها عرض كان بس ب3 دنانير ونص. وشوفي يعني في تشكيلة كتير كبيرة من المباهر، من ترابيزات السكر الشاي القهوة، يعني بتحتاروا شو بدكن تجيبوا ولا شو بدكن تشوفوا يا صبايا. وهدول الصحون اللي مرتبين كتير كتير هدول كلهم صدورة كبيرة يا صبايا، للرز للمقالي، يعني كلهم هدول بالحبة عم يبيعون. طبعا يا صبايا مو اعلان للمول ابدا والله، بس بالصدفة انه انا ونازلة يعني عن جد شفت الاسعار انه عن جد بتستاهل اني اصور لكم فيديو وافيدكم، يعني بس انه كرمال تستفيدوا، ابدا مو اعلان. وهون يا صبايا كل الأطرميزات وكل الموديلات صورت لكم اياهن، وهون كنت مفكرة حالي اني ماسكة الكاميرا منيح، طلعت ماني ماسكتها منيح للأسف. وكمان كان في خفوفات شتوية العفو منكم كمان على دينار، كانوا كمان كتير حلوين. وهون يا صبايا الدعاسات للحمام،
كانوا كتير حلوين، وهدول اللي شايفينهم بس بليرتين أخدتهم. عن جد السعر كان صدمة بس بدينارين. هلا أنا بس رجعت على بيتي صورت لكم كل شي مشتريات. وفي قسم خصنص يا صبايا هذا كله ألعاب، سكوترات، بسكليتات، شو ما بدكم. ومثل ما قلت لكم كله يعني إنه منزل عليه عرض. بس أنا ما جبت شي يعني مثل ما قلت لكم كلها شغلات هيك كبيرة وتقيلة وبدها حملان. بس كان لازمني إني أجيب لميلة طاولة وكرسي يعني مشان أحطهم بغرفتها لأنه هلا وقت الدراسة. شوفوا شو حلوين عن جد كتير كانوا حلوين. بس هدول بصراحة ما كان كاتب عليهم سعر وما سألت عليهم، بس على الأغلب كان سعرهم 10 دنانير. وفي هدول طاولات للشاشة كمان يا صبايا كانوا كتير حلوين وسعرهم بس 25 دينار. وهدول الكلوبات كمان حبيت أصور لكم إياهم كمان. الكلوب الواحد سعره 5 دنانير. وبعدين يا صبايا وصلنا على قسم السجاد، وكان السجاد كتير حلو وكل شي تشكيلات بتكون موجود يعني جميع الألوان والموديلات كلها. وكان السجاد كله بس على 10 دنانير. يعني عن جد الأسعار كانت صدمة. وهون يا صبايا رجعت على بيتي وصار وقت إني أعمل طبخة ولحق يجي زوجي من الشغل. فكان عندي هون يا صبايا 3 حبات همبرجر بس. قلت حالي إنه شو بدي أعمل فيهم وعندي بطاطا. فحبيت أعمل فركة بطاطا بس بلحمة الهمبرجر. عن جد طعمة كتير طيبة. أول شي قطعت البصل ناعم، بعدين حطيت لحمة الهمبرجر وهيك تميت هوسهم كتير منيح مع ملح وفلفل. وهون يا صبايا كمان قطعت البطاطا مكعبات، ما حبيت اني اقليها يعني بحس بس اقليها ما تتغب طعم البهارات وبدها موافق. فحبيت نزلها مثل ما هي وضفت لها ماجي وحطيت لها بابريكا ومثل ما قلت لكم اهم شي ملح وفلفل. فهون يا صبايا بما انه ما لها مقلية يعني ما لها مستوية تميت حركهم كتير منيح وضفت لها تقريبا فنجان صغير من المي وغطيتها. وما في تقريبا عطوها 3 ساعة بتكون مستوية. وهاي الأكلة طيبة كتير معاها شوربة الشعيرية. فكمان عملت شوربة شعيرية. فهلأ يا صبايا بنهاية الفيديو رح ورجيكم مشترياتي ورح فيدكم بإذن الله لأني جبت ماكينة قهوة. أنا من زمان كنت حابة إني أشتري ماكينة قهوة فجبت يعني وبسعر كتير مناسب رح يصدمكن وعن جد كتير حلوة. وهيك كان غدانا لليوم. الله يديم علينا وعليكم النعم يا صبايا. عن جد هاي الأكلة كتير كتير طيبة وهيك دللوها يعني حطوا لها مخلل مايونيز. اشربوا معاها كولا ويكون الخبز تازة وبتدعوا لي على هالأكلة. فالحمد لله رب العالمين. وهلأ صار وقت المشتريات. جاهزين يا صبايا؟ أول شي حبيت أورجيكم إياها هو ماكينة القهوة. فهاي الماكينة يا صبايا كان سعرها 8 دنانير قبل العرض. بعد العرض مثل ما انكم شايفين مكتوب عليها انه سعرها يا صبايا اشتريتها ب6 دنانير بس. وعن جد يعني موديلها كتير حلو وبتسع تقريبا لل5 فناجين كاتبين. انا بصراحة ما كان ببالي اني اجيب ماكينة قهوة صبايا، بس لما يعني شفت سعرها فحسيته كتير مناسب يعني وانه غلب بالبيت حلو كتير.
وهون يعني جربتها صبايا ما في المي والله، يعني تقريبا 30 ثانية بتكون سخنة مثل النار وقهوتك جاهزة. فكتير حبيتها. إذا حابين إني أصور لكم كيف بعمل القهوة فيها اكتبولي بالتعليقات وبشارككم بإذن الله. وهي أول غرض جبت ماكينة القهوة. بعدين يا صبايا بدي ورجيكم انتو اكبر قدر هدول خفوفات الشتوية مثل ما قلتلكن عامل عليهن عرض بدينار. فكان عيد ميلاد بنت اختي قريب فاخدت لها اياهن من ضمن الهدية من ضمن الهدايا. وجبت كمان قالب كيكة جرانيت كمان كان عليه عرض، كمان كان سعره دينار ونص بس، وحجمه كان وسط يعني حجم قالب الكيك العادي اللي بنعرفه. وهون يا صبايا جاهزين لتشوفوا الصدمة. عن جد كان كتير حلو اللي هو دعاسات الحمام بهذا الشكل. كان سعرهم مثل ما حكيت لكم بس بدينارين. كان موديلهم كتير حلو وفي تشكيلة كبيرة عنده يعني. فاحترت شو اخذ فلقيت هذا اللون انسب شي للحمام عندي. وجبت كمان هدول الحجار لحوض السمكة اللي عندي، بحب أنا أغير لكل فترة الحجار طبعا. وجبت يا صبايا كمان هاي المراية كمان لبنت أختي عيد ميلادها قريب، كان كتير موديلها حلو يعني، وهيك يعني شكل وردة وكتير حلو وعجبني. كمان إن شاء الله بدي أغير مية حوض السمك وغير الحجار كمان. إذا بتحبوا بشارككم بالفيديو. اكتبولي شو رأيكم بالتعليقات يا صبايا. هدول كانت كل مشترياتي والحمد لله رب العالمين كانوا كتير حلوين وانبسطت عن جد. الواحد بس يشتري غرض للبيت كتير بيعدل مزاجه. وهيك كل شي لليوم يا صبايا. بتمنى انه ينال اعجابكم واكتبولي رأيكم بالتعليقات يا صبايا. وقبل ما انسى كمان جبت هدول لبنتي لمدرستها. هي ترمسة مية صحية حكالي انه بس بنص دينار. وجبت لها كمان لانش بوكس صغير ناعم كمان على نص دينار جبته. فهيك كانت مشترياتي. برجع لكم فيديو جديد عن قريب. سلام.